السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا حبايبي في قناة اخترنا لك مع نودي. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب. النهاردة بقى حبيت أعمل لكم حاجة بتبقى مطلوبة على سفرة رمضان وكلنا ما بنقدرش نستغنى عنها، الشوربة بجميع أنواعها. النهاردة هعمل لكم شوربة لسان العصفور بطريقة نودي وإن شاء الله تعجبكم. جربيها بطريقة نودي وإن شاء الله هتعمليها على طول بطريقة نودي. بصوا عاملة ازاي، بصوا التسوية بتاعتها والمكرونة دايبة في الشوربة يا ولاد. تستاهل ان انت تعتمديها كل يوم طبق اساسي في رمضان. الشوربة مطلوبة جدا في رمضان على الفطار، يعني على قد ما انا اسفة، على قد ما تقدري اشربي شوربة كتير، لان الصيام احنا بنفقد مية طول النهار، مفيش مية ولا سوائل، فمحتاجين على الفطار يكون فيها حاجة فيها سوائل. واحسن حاجة هي الشوربة، مفيدة لينا وللاطفال اللي بتصوم معانا طبعا، اللي هم من سن الصيام. بصوا تتحدث عن نفسها والله، طريقتها سهلة وبسيطة وبتركات بسيطة هتطلع معاكي مظبوطة بإذن الله، بس اتبعي خطوات نودي. بصوا هي لسه نازلة دلوقتي من على النار. يلا مع بعض نشوف المقادير ونشوف الخطوات. أول حاجة هنا معايا إن شاء الله، معايا هنا بصل أخضر حوالي يعني شوية بصل أخضر صغيرين، ومعايا هنا معلقة معجون صلصة كبيرة، ومعايا بصلتين عاملاهم في الكبة، ومج مكرونه لسان عصفور، ومن البهارات كاري وفلفل اسمر، وبالمعلقه دي المعيار. ومعايا من كوبايه الشوربه دي 4 كوبايات شوربه. يبقى من كوبايه الشوربه دي هنحتاج كام؟ 4 كوبايات شوربه. ولو ما عندكيش شوربه عادي استخدمي مرقه دجاج او مرقه لحوم وكملي عليها بالميه، مفيهاش مشكله. اول حاجه هنا هعملها ان شاء الله ان انا حطيت مكعبين زبده، وهبتدي اشوح البصله بتاعتي كويس، اديها صدمه كده على النار، وبعد كده هنزل عليها بالبصل الاخضر. بس الاول هحط معلقه ملح صغيره عشان تستوي معايا بسرعه. انا مش هكتر ملح لان الشوربه فيها ملح. وبعد كده هنزل بالبصل الاخضر يتحمر مع البصل العادي، زي برضو تشويحه الاتنين مع بعض كده على النار. وبعد كده هنزل بمعجون الصلصه معلقه كبيره، هنا بكوبايه بالمج المكرونه. عايزه تضعفي الكميه ضعفي، وهنا معجون الصلصه معلقه كبيره. عايزه انت تضعفي الكميه ضعفيها، بس دي مناسبه يعني في رمضان بنحتاج نعمل الاكل يوم بيوم بيبقى احسن. وهنا البهارات كاري وفلفل اسمر، وما حطيتش ملح لان الشوربه فيها ملح. ولو انت برضو استخدمتي مكعبات مرقه دجاج او لحمه برضو ما تكتريش ملح، لان المرقه بيبقى فيها ملح والكاري فيه ملح. هنا الاول هشوح كل ده مع بعضه. انا بحب الاول اخلي المكرونه تتشوح مع البصل ومع البصل الاخضر والبصل العادي ومعجون الصلصه، وبعد كده بنزل بالشوربه. بتديها طعم رائع بصراحه. من المج ده 4 مجات، يعني انتي الكوبايه هتحتاج 4 كوبايات شوربه. مج المكرونه هياخد معاكي 4 كوبايات شوربه باذن الله. وهنا بعد ما استوت هي كده القوام بتاعها تمام. تحاوليش تتقلي فيها برضو لان المكرونه بتنزل نشا، فلما هتقعد هتتقل، فعلى قد ما تقدري يعني قوامها كده مناسب. بصوا هنا قدمتها في طبق التقديم، حاجه كده جميله جنب انواع الفطار كلها اللي احنا بنعملها. كلنا بنحب الشوربه على الفطار سواء كبير او صغير، ومفيده للكبير وللصغير. بصوا يا ولاد تتاكل اكل والله. وريحتها بقى مش قادرة اقولك، بالبهارات بتحميرة البصل بالبصل الاخضر، بجد تستاهل ان انت تعمليها. وبالهنا والشفا يا حبايبي للي يجربها ويتبع خطوات نودي، وان شاء الله تطلع معاكي مظبوطة. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعلى الأمة الإسلامية كلها يا رب، بالخير واليمن والبركات أعاده علينا وعلى الوطن العربي كله بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. تنسوش بقى اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس علشان اي حاجة جديدة انزلها توصلك باذن الله. قناة اخترنا لك مع نودي، واللي تجربها بطريقة نودي وتطلع معاها بالطعم ده والطعم ده تكتب لي تحت في الكومنتات. بصوا طبق الشوربة
بصوا الطعامة بتاعتها، انتي ممكن على الفطار ما تشربيش غير شوربة لسان العصفور. بالهنا والشفا يا حبايبي للي يجربها.